بما اننا بنتكلم على الاغاني، في نوع مهم جدا من الاغاني وهي الاغاني الفولكلور او الاغاني القديمه بتاعت زمان، واللي بيتم تجديدها بطريقه تانية دلوقتي بنشوفها في حاجات كتير. معانا الفنانه الجميله شيماء النوبي، وهي فنانه للفولكلور. تعالوا نسمعها وتحكي لنا على الفن بتاعها. مساء الخير يا استاذه شيماء. الو الو استاذه شيماء، للاسف الاتصال اتقطع. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم على النوعيه دي من الفن، عارفين انتوا بقى في يعني عندنا في الارياف في المنصوره، بما ان يعني دي بلدي واكيد في بلاد تانية كتير، بيبقى عندنا كده يوم الحنه، بتبقى فيه ست معينه موجوده في قعده الستات، بتبقى حافظه مجموعه اغاني. طبعا هو الموضوع ده ما بقاش كتير دلوقتي، ما بقاش منتشر، وليها اغاني معينه وليهم يوم الحنه لبس معين ورقصات معينه. وفي ناس بتعزف يا جماعه على الحلل، هم دي الالات بتاعتهم، هم الفولكلور بتاعهم بالشكل ده. يعني الاغنيه اللي منير عملها مثلا يا دينا بتاعت بيبقى مبهج قوي، يا رمان وتعالى على حجري يا رمان، دي اغنيه فولكلور. بس برضو اللي هي من الارياف دي، زي مثلا ايه على ورق الفل دلع. ايوه رايقه ويلي عالترعه حول عمال. دي اكتر حاجه بحبها. بس ايام الحنه اللي هي بتاعت ايه ما ايه يا ربي انا نسيتوها لي. على ما شيرين تفتكر، كان في كمان الاوبريت بتاع فرقه رضا لما كانوا بيعملوا بقى الاغاني والرقصات الشعبيه. يابا عالكورمبا يابا ايوه بالظبط. بس انا هنا في حاجه لفتت نظري قوي، ان في الاغاني القديمه احنا لما نيجي نسمع نقول ايه دي اغنيه قديمه، لكن الفولكلور الشعبي ما بيقدمش بيتجدد. ودلوقتي كمان بيعملوا له توزيعات فدي حاجه مهمه جديدة. جدا، ان دي من التراث بتاعنا. يعني انا كنت بتضايق جدا لما الاقي، انا بحب الحاجات القديمه، كل حاجه قديمه بحبها، فاتضايق مثلا الاغاني القديمه، ايه ده الناس دي قديمه، طب المبنى ده شكله اتجدد، ده مش عارف ايه. لكن في حاجات معينه زي الفولكلور او الحاجات دي لما موجوده فانت بتحسي ان في قيمه. الحاجات بتاعتنا ما اندثرتش، هتبقى دايما موجوده ومتواجده، اجيال تسلم اجيال. فدي حاجه حلوه جدا ان احنا يعني نحتفظ بتراثنا. طيب استاذه شيماء، رجعت لنا تاني الفنانه الجميله. مساء الخير يا فندم، واهلا بيكي معانا في نادي النساء السري. مساء النور، اهلا وسهلا بيكم. كلمينا بقى على نوعيه الفن اللي حضرتك بتقدميه وسمعينا حاجه طبعا. هو انا اسمي شيماء النوبي، انا بقدم ابتهال ديني وفولكلور شعبي. اوكي، هتسمعينا ايه بقى يا فندم؟ طيب هو يعني عايزين حاجه كده وحاجه كده، يعني حاجه فولكلور شعبي ونختم بالديني بالظبط. حاجه فولكلور شعبي واحنا هنغني معاكي. وانت خالص ان انت على الهوا، انت خالص. بصي والله انا واحنا كنا محتاجينك تبقي معانا بقى، بس انت دلوقتي معانا. والله انا يشرفني طبعا باذن الله تعالى ان شاء الله قريب. يعني انا مبسوطه ان انا معاكم اصلا. حبيبتي نعمل حاجه من ليله الحنه كده، ايه رايكم؟ في ليله الحنه بقى يعني تبقي واحنا هنقول معاكي ليله الحنه. طب خلينا نقول حاجه زي مثلا فولكلور صعيدي مثلا، ولا ايوه كده تحيا مصر. شايفه في السعوديه قاعده معاك انا. يلا كده اتفضلي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي سافر حبيبي الجمال الله، سافر حبيبي يا ليلي وقال جايلك تاني، قال جايلك تاني، لا مرسال منه ولا جاني، وعشمتني بالحلق خرمتنا وداني لداني منك حلق ولا اي شيء تاني. يا ليلي الله الجمال ده، الله. 7 سنين وانا بحايل وبنادي، شمت فيا الاعادي يا ليلي يا ليلي، ويا ما دقت يا ما دقت على الطبول. خلي اللي يقول يا الله، خلي اللي يقول
خلي اللي يقول يقول يابا بيابا. الله يا شيماء، الله والله نقلتيني كده بروحي وبقلبي لفرح بنت عمتي. والله افتكرت كان فعلا بيقولوا خلي اللي يقول يقول يا ما ضجت على الراس تبور، كانوا بس على الطبله بقى وعمالين يزودوا فيها. الطبله بقى والربابه طبعا. جميله. طب شيماء ممكن تسمعينا بقى بما انك صوتك حلو قوي كده حاجه شعبي بقى يعني شعبي؟ الحنه الشعبي، الفولكلور الشعبي، عايزين حاجه مبهجه قوي اكتر. هو ده من الفولكلور. بصي هو الفولكلور هو الشعبي، بس هو احنا ليه بنقول على الفولكلور يعني على الاغاني الشعبيه القديمه بنقول عليها فولكلور؟ لان الناس بتتلخبط ما بين الفولكلور ما بين الفن الشعبي الحديث والقديم. تمام. فاحنا بنقول يعني انا دلوقتي بحاول ان انا اعمل الفولكلور القديم ان انا احدثه على مزيكا جديده. يعني اعمل له توزيعات جديده زي كفرز اللي بتحصل دلوقتي للاغاني القديمه او الاغاني اللي احنا بنحبها. في بعض فنانين بيعملوا لها كفر، انا كمان بعمل كفرات للاغاني الشعبيه القديمه على المزيكا بقى الكترونيك. طب احنا عايزين نسمع اي حاجه يعني حديث او قديم لحنه العروسه، الحاجات اللي بتتقال دلوقتي سريعا كده يا شيماء. بصي هو دايما بيحصل يعني مثلا ايه الاغاني دي بتتقال، هي مفيش حاجه خاصه بالحنه او ممكن يكون في بس مش ما بقولهاش. بس مثلا حاجات زي مثلا الفنانه فاطمه عيد مثلا. طبعا قائدة الفن الشعبي. على البحر شاور لي بمنديله يا ليل يا ليل يا ليل يا مطال الليل يحسبني يما قللت العقل راح اديله يا ليل يا ليل يا ليل يا مطال الليل كده يعني.